عرف الاسد له الكلمه في السيطره على المستويات ديال السكر. قلنا لما كتكون هناك الاعاده ديال البناء ديال الجهاز الهضمي، والاعاده ديال البناء ديال الدوره الدمويه كلها والطريق ديال الدوره الدمويه كلها، فكذلك غيكون هناك لا محاله اعاده البناء ديال بعض المكونات اللي غتكون في الاعضاء الاخرى. اليوم اللي كيهمنا هو البنكرياس، وتبين بانه كذلك عرف الاسد له ما له من كلمه في السيطره والاعاده ديال البناء ديال البنكرياس، وبالتالي خروج ديال الانسولين بواحد الكميه اللي معقوله وفي الوقت اللي خصها تخرج فيه، وبالتالي كيكون هناك ضبط ديال المستويات ديال السكري في الجسم ديال الانسان. وفي احدى الدراسات ولات المستويات ديال السكر في الدم عند الفئران اللي كانت مصابه بداء السكري اقل بعد ان تلقات الخلاصه ديال العرف الاسد، وهذا الشيء كامل كان النتيجه ديالو مباشره بعد 4 ديال الاسابيع ديال الاستعمال والاكل اليومي ديال هذا عرف الاسد. واحد من المضاعفات ديال المرض السكري هو الاتلاف ديال الاعصاب اللي كتكون ناتجه على التواجد ديال نسبه عاليه ديال السكر في الدم. كاع الناس اللي كيكون عندهم السكري اوتوماتيكمون هما اللي كيتصابوا مساكن بداء الرعش. كاع الناس اللي عندهم السكري هما اللي كيتصابوا بداء الالزهايمر والباركنسون، واحد المجموعه ديال دوك الامراض اللي عندها علاقه بالدماغ، لان فعلا السكري هو اللي كان السبب في تدمير ما يسمى بالخلايا العصبيه. ولما تعطى لهم هذا عرف الاسد تم الاعاده ديال البناء ديال ما يسمى بالبنكرياس، وان فوا البنكرياس رجع للعمل ديالها والخلايا العصبيه رجعت، البنكرياس ولا رجعت للعمل ديالها الطبيعي، النسبه ديال السكري قل ولا سميتو الخلايا الدماغيه ما بقاش ذاك المفعول كوروزيف ديستركتور ديال السكر كيقيس سميتو الخلايا العصبيه، وزاد جدد البناء ديالها. وكانت النتيجه الحمد لله هو ان ليس فقط هذا الجهاز ديال السكري او لا البنكرياس اللي تقاد البناء ديالو، بل كذلك حتى الخلايا العصبيه تم الاعاده ديال البناء ديالها ورجعت الصحه ديالها بعد 6 ديال الاسابيع ديال التناول ديال العرف الاسد. وهذه النتائج كلها بالنسبه لنا ايجابيه فيما يخص لا انخفاض المستوى ديال السكر في الدم ولا كذلك النقص ولا الازاله ديال الالام اللي كانت كتجي من جراء دوك اللكمات ديال الجهاز العصبي. فبعض المرات كيمشي كذلك حتى من لي شامبينيون، ولما غتنظفهم من هاد لي شامبينيون هادو غتنظفهم كذلك حتى من الخلايا السرطانيه ومن الخلايا الميته ومن الخلايا المريضه، وكيصبح الجسم كله مكون من خلايا حيه، من خلايا جديده، من خلايا شابه، ويصبح الانسان كيسترجع الحيويه والنشاط ديالو الكاملين. لكن هناك التساؤل اللي غيقدر يطرح نفسه، واش ما كاينش هناك اثار جانبيه للعرف الاسد على الجسم ديال الانسان؟ فدائما هذه خصنا ناخذها كقاعده، الانسان قبل ما ياكل اي حاجه في هذه المكونات اللي كنتكلموا عليهم دائما يبدا بالتجربه. التجربه دائما كنبدا بان كومبريمي ولا بان جيلول. هذا الاول حتى كنشوفوا بان الحمد لله ما كاينش فيه حتى شي حاجه، كندوز للجوج، كندوز لثلاثه وانا كغادي. وكما كيقولوا عينك ميزان. دائما كنقيس النهار الاول كندير وحده في الصباح، والنهار الثاني كندير وحده في الصباح وحده في الليل، ثم كندير وحده في الصباح وحده في الجوج، وحده في الظهر وحده في الليل، ثم كندير جوج 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 حتى كنشوف اشنو هي الكميه اللي نقدر نوصل لها. وحنا من خلال العرف الاسد ممكن يمشي الانسان حتى ل 15 يعني الكومبريمي او ل 15 الجلول وما يكونش فيه حتى شي تاثير، بل لما يكون عنده الانسان الامكانيات ويشوف راسه بانه لما يزيد القدام في الريزو ديالو ويقدر ياخذ حتى اكثر، راه ما فيش مشكل. لان دائما كنتكلم على ان هذه المواد كلها مواد غذائيه وليست بمواد يعني علاجيه او لا طبيه. في الوقيته اللي كنقول مواد غذائيه راه حنا كنعرفوا بان الخيار كيدير كذلك سميتو الحساسيه لبعض الناس. كنشوفوا بان الدنجال كيدير حساسيه للناس. كنشوفوا بان الباربه كتدخل بمجرد ما كيوصلها الانسان الكرش ديالو كيشرف الله قدركم كيتقياها. بمعنى ان كل المواد الغذائيه ممكن ان الانسان يلقى بعد الاكل ديالها
حساسيه. فلهذا حتى عرف الاسد لما غادي نبغي نستعملو، ها انتم سمعتوا الفوائد لهذا، ماشي غير تقولوا دكتور حسين قال لنا الفوائد يلا نشدوا ديك القرعه كامله ونخويو في الكرش ديالنا باش نحيدوا كاع المشاكل اللي كنعانيو منها. لا، دائما الانسان كيبدا بالتدريج، فبالتدريج باذن الله كنوصلوا للنتائج. والنتائج كتكون لما كتولي كنعرف قياس بالرادي، كذلك كنوصي به الناس اللي كنعرفهم واقرب الناس ليا، ولما غتشوف بان النتيجه ايجابيه، هذاك السيد اللي كان بالامس جا غير بحال راسو كيضربوا الضوء، او لا كيحس براسو بحال ان يديه بداو كيترعشوا، او لا الاطراف ديالو بداو ما كيقدرش يتحكم فيهم، هادو كلهم لما الا شاف راسو فيه السكري يعرف راسو بان الامر جاي من السكري. فلما غادي ينزل المستوى ديال السكر، ولما غيتعاود البناء ديال الخلايا العصبيه، كون على اليقين لا ديك الرعشه ولا ديك البروده في الاطراف ولا كذلك داك الضوء اللي كيضربوا على جميع المستويات، يحس براسو بانه بدا كيتعافى منهم. وحنا قلنا بان بالنسبه للسكري في 4 الاسابيع الحمد لله رجعت الامور الى طبيعتها، وبالنسبه لذاك المشاكل العصبيه بعد 6 ديال الاسابيع الامور رجعت الى طبيعتها العاديه. ثم كذلك من خلال الدراسات التي اقيمت على عرف الاسد تبين بانه عرف الاسد له كلمه في الوقايه من السرطان ومعالجه كذلك السرطان، ولعبات المستخلصات ديال مضادات الاكسده اللي كاينه في عرف الاسد دور كبير ومهم في الوقايه من السرطان او المعالجه ديال الانسان، ولا كذلك حتى ديال الفئران ديال المختبر من هذه الاصابه بالسرطان. اكدت النتائج ديال الدراسه في المختبر اللي شارت الى ان المستخلصات ديال عرف الاسد كان لها الامكانيه الكبيره والعلاجيه ضد سرطان الدم البشري. واظهرت كذلك دراسه اخرى بان استخدام المستخلصات ديال فطر عرف الاسد ممكن انها تساهم في المحاربه ديال الخلايا السرطانيه في الكبد، والخلايا السرطانيه في القولون، الخلايا كذلك السرطانيه اللي كاينه في المعده. وهذا كله كيرجع اساسا الى هذه المكونات اللي كاينه في عرف الاسد، واللي هي عطات واحد التحفيز للذات ديالنا باش انها جميع دوك الشركات اللي كنتكلم عليهم، الشركات ولات شغاله، وحتى الشركات ديال النظافه ولات شغاله، ونظفات الجسم من الفيروسات، نظفات الجسم من البكتيريا، نظفات الجسم من الخمائر، ونظفات الجسم كذلك حتى من لي شامبينيون. ولما غتنظفهم من هاد لي شامبينيون هادو غتنظفهم كذلك حتى من الخلايا السرطانيه ومن الخلايا الميته ومن الخلايا المريضه، وكيصبح الجسم كله مكون من خلايا حيه، من خلايا جديده، من خلايا شابه، ويصبح الانسان كيسترجع الحيويه والنشاط ديالو الكاملين. لكن هناك التساؤل اللي غيقدر يطرح نفسه، واش ما كاينش هناك اثار جانبيه لعرف الاسد على الجسم ديال الانسان؟ فدائما وهذه خصنا ناخذها كقاعده، الانسان قبل ما ياكل اي حاجه في هذا المكون الانسان كيبدا بالتدريج، فبالتدريج باذن الله كنوصلوا للنتائج. والنتائج كتكون لما كتولي كنعرف قياس بالرادي، كذلك كنوصي به الناس اللي كنعرفهم واقرب الناس ليا، ولما غتشوف بان النتيجه ايجابيه، هذاك السيد اللي كان بالامس جا غير باش يستشرك على الاستعمال ديال عرف الاسد، غيولي يقول لك وشنو هي المواد الاخرى، غتهضر ليه كذلك على الغانوديرما، وتهضر ليه على لاسبيرولين، وتهضر ليه على المورينزي، وتهضر ليه كذلك على الكورديسيبس، وغتلقى راسك بانك وليتي من خلال التجربه الصحيه غتولي تدخلوا معك، وغيولي ان كونسوماتور بوتونسيال ديال لي برودوي، وان شاء الله اللي مفيد لا في الجانب ديال الصحي، قد تستافد كذلك حتى في الجانب المالي. وهذا هو اللي بغينا، واننا نبداو بالصحه ديال الانسان ونتربوا على اساس ان الهم ديالنا يكون هو الصحه ديال الانسان، ومن بعد ذلك غتجي الاشياء الاخرى تلقائيا من قبل الله سبحانه وتعالى. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انني نكون الرساله ديال اليوم وصلت، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا دكتور، شكرا على الوقت اللي عطيتينا، وشكرا على هذه المحاضره القيمه. كنشكرك باسم الجميع. كما جرت العاده 3 الاسئله اللي غادي تكون كيبان لي انا باللغه السعديه فرع يديها، ممكن تدخليها اختصاصيه. السلام عليكم، شكرا الاستاذ على المحاضره.
كنشكرك أهلا بزاف ونرحب بالجميع. الله يخليك استاذ، انا عندي واحد المشكل لواحد السيده ما كتنعش في الليل بزاف، كتبقى فايقه تقريبا الليل كامل حتى ل 4 الصباح 5 الصباح حتى تنعس. دونك ممكن الدكتور تفضل. بالنسبه للسؤال ديال الاخت الكريمه، هاد السيده هذه كتعاني من قله النوم. صافي دير بان هاد السيده هذه اللي ترو شارجي، ان هادوك لي زورمون ديال الليل ما بقاوش عندها خدامين، ولما كيكون لي زورمون ديال الليل ما خدامينش دونك صافي دير بان كاين لي زورمون ديال النهار هما اللي خدامين، منهم الكورتيزول، منهم الانسولين، منهم بزاف ديال الحوايج. هاد الامور هادو كتطلب منا انه اول حاجه نقوم بها وهو الوصيه ديال الكتاب ديال الحق سبحانه وتعالى الذي يقول فيه وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. هاد السيده اول حاجه غادي تقوم بها وهو انها تصوم مده ديال 10 ايام على الاقل، والصوم ديالها غيكون فيه 24 ساعه، بما انها غتفطر والفطور ديالها غادي يكون هو السحور ديالها. ثم بعد ذلك غتبقى تنعس في الفراش ديالها، قبل ما تنعس غتاخذ واحد العصير مكون بسميتو من لو جو ديال الكرافت ولو جو ديال لي بوم ديال التفاح. نص كاس واحد، النص ديال داك الكاس